ده جنكيز المصري. بعيد عن الفيديوهات اللي بيقدمها، عرفت ان هو عمل عربيه اكل وبيبيع فيها البرجر ب 10 جنيه، فرحت اشوف عملها ازاي. يا جماعه دلوقتي داخل اكل عند واحد انا خايف هو اللي ياكلني اصلا. يا نينجا عامل ايه يا برنس؟ ايه الاخبار؟ الف مبروك يا معلم. نورت الدنيا حبيبي نورك والله. يا جماعه الراجل دوت ابن منطقتي اللي انا متربي فيها، شهاده قدام ربنا من اطيب خلق الله واجدع خلق الله. ابو عزت اخويا وابن منطقتي، ويعني اتشرف فيه والله قدام كل الناس. يعني انا مبسوط قوي بالمفاجاه الجميله دي. يا باشا انا سمعت ان انت عامل عربيه برجر وبتبيع البرجر ب 10 جنيه، لازم اجي لك حبيبي، وعشان خاطرك هبيعه ب 5 جنيه. اللي هيجي يقول لي وعهد الله عالمي هديله برجر ب 5 جنيه بالبيت في كايزر عليه كاتشب ونيز عشان خاطر عمرو عزت. حاجه تاني مش بقول لكم يا جماعه والله ابيض من جوه واطيب خلق الله وحياه ربنا ومش كلام، زي ما بقول لكم كده. برجر بالبيت 3 ايام من وقت نزول الفيديو لمده 3 ايام. البرجر بالبيت ب 5 جنيه عشان خاطر اخويا عمرو عزت، واللي هيقولوا عهد الله عالمي هديله ببلاش كمان. يا جماعه انا عارفه من ايام ما كان اسمه هشام قبل جنكيز. حبيبي يا عم، بس ما كانش الكتش ده موجود يا هشام. هو طلع بقى مره واحده بقى بصراحه والشبه انت نفخت ولا ايه؟ انت عارف بقى البركه في مين؟ البركه في عمرو دوم التوخي. انا قاعد مسلم عليه دلوقتي، والناس حبتني وناس انتقدتني وانا عادي، بس انا مش شايف نفسي مش بعمل حاجه غلط. انا عايز اقول لك على حاجه، انا عارف هشام كويس. انا بكالوريوس تجاره عين شمس، عارف الحمد لله ومتعلم. انا عارف هشام شيء قد ايه، وعارف الالتزامات اللي حواليه، وعارف ان هو شغال 24 ساعه. والله عارف ده كله. هو يا جماعه شبت في حاجه خليته قاعد انا واصحابي وخلاني وبنهزر في فيديو اتعمل جت يقول لك ادعم منتج بلدك بمعنى اصح. وعملته وربنا مشاه، وده حتى هو عامل لي بلوك. ليه يا عم؟ والله جنكيز عامل لي بلوك. انا شغال في مدينه نصر في الملابس، وباجي من شغل الساعه 12 بفضل واقف على عربيه الكبده لحد الساعه 4 الفجر. شقيانين والله العظيم، والله العظيم شقيانين، والله العظيم انا ما طلعت بمصلحه بالموضوع ده كله. انا عارف طلعت بحب الناس، ان الاطفال صغيره والناس كلها يعني دي عندي بالدنيا. بس انت يعني حاليا بتعمل محتوى تاني غير اللي انت طلعت بيه. حصل برضه بعمل برضه عشان كنت موقف فيديوهات الحوار الرقص كرش وكده، بس في اطفال وقفتني قالت لي احنا بنحب نتفرج على فيديوهاتك ومتابعينك وناس كبيره، فوالله رجعت اعمل لهم برضه فيديوهات عشان خاطرهم. طب ادينا واحده بقى. واحده؟ يلا يا باشا يلا. وعهد الله علم. وعهد الله علم. راس الشهر في مصر. قول لي بقى انت بتعمل ايه هنا بالظبط؟ بعمل كبده عصافير، بعمل كفته كوبيبه، وبعمل سجق شرقي وسجق كفته اللي هي داوود باشا. داوود باشا. الله. وبعمل سجق شرقي، وبعمل سجق مفروم اسكندراني. تمام. وشغال الحمد لله بانضف خامات. انا جاي لك عشان عارف ان انت اكيل، بس فمعنى كلمه اكيل يبقى هيطلع اكل كويس. هتشوف. فانا جاي وانا مطمن. انا هسوي لك كل حاجه قدام عينك كمان. يلا بينا يا باشا. يلا بينا. تاخد صوره؟ عامل ايه يا حبيبي؟ طب انت ما تعالى سلم عليا. انا محسوب لسه بتصور والله. حبيبي والله من متابعين فيديوهاتك انا متابع الفيديو. حبيبي الفيديو ده ان شاء الله هينزل كمان يومين. قولوا لي بقى بتاكلوا كبده من عند جنكيز؟ طبعا. انا لسه ما دوقتش. والله لا ادوق هتعجبك. ادوق؟ وانا مطمن. حبايبي حبيبي انا اتشرفت بيك. الله عليك يا عم هشام يا جامد. كل قطمه. بسم الله. بص بقى انا كده عكست الايه. المفروض انا الاكل بينزل لي وانا اللي برقص بامانه بدون جنب. بص بامانه البرجر عامل زي اللي انت بتعمله في البيت، يعني انا لما بجيبه من سوبر ماركت انا بعمله بنفس الطريقه دي بالظبط. أيوة. بس انا في نقطه بس انا مش فاهمها. ايه؟ ان ازاي ده ب 10 جنيه؟ لا ما انا هقول لك على نقطه ثانيه عشان تفهمها برضه. ده يبقى ب 5 جنيه عشان انت نورتني. لمده 3 ايام. لمده 3 ايام، واللي هيجي يقول لي وعهد الله عالمي هياخده ببلاش كمان. جنكيز بيضحي يا جماعه، البيضه اصلا لوحدها ب 5 جنيه. كده البرجر بكام بقى؟ يعني نتكلم في البيض. ماشي انا ببيع بخساره عشان خاطر اخواتي وعشان خاطر استاذ عمرو نورني. ده ب 5 جنيه. شوف بص الحشو بتاعه عامل ازاي. هو ده الحشو بتاعه. ده يا جماعه سندوتش الكبده ابو 5 جنيه. ده معمول على الجريل مخصوص، وفي معمول في الطاسه. اللي عاوز حاجه مخصوص بعملها له بنفس السعر. اللي عاوز يجي ياكل كبده يشوفها بعينيه كده وبتستوي بعملها له على طول على الجريل. نقول بسم الله وندوق الكبده. بسم الله. حلو قوي بامانه والله، حلو قوي. هي كبده زي اي كبده بتاعت عربيه، بس انا حاسس باختلاف جامد. الاختلاف اللي انا شايفه التتبيله، انا شامم ريحه الثوم مع بهارات غريبه. ما دي بهارات الكبده بتاعتي، وبحط عليها برضو ليمون وكده. هي غير اي كبده انا اكلتها على العربيه. الحمد لله. وجايب اغلى حاجه، يعني الحاجه ام جنيه قدام، ام 2 قدام، ام 3، انا جايب ام 100. الحمد لله. كبده في حته ثانيه. ربنا يخليك يا ابني احنا ازاي ب 5 جنيه؟ والله العظيم انا عارف ان انا خسران والله. كفته داوود باشا. كفته داوود باشا. انا بص بعشقها، بس انت يا باشا بقى مش حاطط طحينه، انت حاطط مايونيز وكاتشب. كاتشب هو ده الجديد. وبحط طحينه يا جماعه مايونيز وكاتشب. انا بحاول اطور برضو شويه، يعني في ناس برضو ما بتحبش الكاتشب والمايونيز بعمل لهم طحينه. اللي عايز موجود اللي انت عايزه. طب انا بحبها بالطحينه.
تمام. ودوب الكاتشب والمايونيز بقى. جرب بكاتشب بسم الله. بسم الله. هي حولت طعمها خالص. ده ب5؟ ب5. اي سندوتش ب5. برضه السجق اهو يا باشا، عليه كاتشب ومايونيز. بسم الله. سجق اسكندراني مفروم. حلو قوي بس مشطشط قوي. اهو بس والله يعني الحاجات دي لازم يبقى لها شطه. لا انا عملت اول يوم من غير شطه وعملت حاجات بفلفل رومي، الناس قالت لي احنا عايزين بشطه. لا هو مش شطه اللي هي جامده، هي المشكله عندي ان انا يعني انا واحد من الناس ما بحبش الشطه. بالظبط. تسبيكه الصلصه حاسس ان هي تسبيكه امي خالتي. طماطم وصلصه. فنان انت. خليها تشبع. فنان. وعهد الله عالمي. قول لي بقى عنوانك بالظبط عشان اللي عايز يجي لك يا عم هشام. عنواني في المطريه شارع المطراوي على نص فرن البركات قصاد مصطبه عم محمود او صفه ضياط سامي. عليكم السلام. الحمد لله. ممكن اصور معاك؟ طبعا تعالى اتفضل. حبايبك كلهم موجودين اهو. حبيبي يا عم هشام. حبيبي يا عم انا عمرو، مبسوط ان انا نورتني كنت معاك والله العظيم. ومبسوط ان انا اكلت من ايدك. ربنا قسما يخليك. بالله انت نبيتك عالمي. دي على دماغه احلى مفاجاه منك. وانا يا جماعه جاي وعارف اللي هو اكيل وعارف اللي هو هيطلع لي اكل انا ما اكلتوش قبل كده. حرفيا الكبده والسجق والكفته انا ما اكلتهمش على اي عربيه. ان شاء الله الفيديو الجاي هعمله معاك وانت في الفرع الثاني بقى. باذن الله طبعا. بإذن ان شاء الله الله عم تكون هشام. اول واحد باذن الله. وشكرا على دعمك ليا وانت اخويا وحبيبي حبيبي يا هشام. وبجد ده أقل فرحتني حاجة- بالمفاجاه أقل الجميله حاجه دي. والله العظيم اعملها لك لان انا عارف يعني انت قلبك قاعد معايا الطيب. بص من الساعه كام والله العظيم انت على دماغي. اي حد هيجي يقول لي وعهد الله على النبي البرجر بالبيض ب5 وانا بضيع عشان خاطر اخويا عمرو عز. حبيبي يا عم هشام. حبيبي وكفايه اللي انت نورتني ومجيتك دي على دماغي. حبيبي ولازم والله. اعمل حاجه تليق بيك. حبيبي ربنا حبيبي يا يخليك. عم عمرو. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديو جديد. سلام.